السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على كامل النور. النهارده أنا جاية لك بأكلة شعبية طعمة من أشهى وأطعم الأكلات اللي أنا لو أكلت منها كل يوم مش ممكن أزهق منها. أكلة لذيذة جدا جدا ومش أي حد يعملها، هتدفيكي في برد الشتاء وهترطب عليكي في الصيف. يعني الأكلة دي يا جماعة بتمشي معاكي صيف وشتاء، مش بقول لكم من أطعم وأشهى الأكلات. ويا سيدي يا سيدي على أطعم بصارة، أكلتنا النهاردة اقتصادية وبتكفي من الحبايب مية. ويا سيدي يا سيدي على الجمال، طعمة طعامة يا بنات. بس زي ما بقول لكم كده مش أي حد يعمل الأكلة دي، أنا بعملها بتركات تركات أم منا، بعملها لذيذة جدا جدا. لو حابة تتعرفي على الأكلة الجميلة دي تعالوا ادخلي معايا الفيديو بس تشاهديه من أول خطوة لآخر خطوة علشان مفيش أي حاجة تفوتك من الفيديو بتاعنا. طبعا الأكلة بتاعتنا البصارة من أشهى وأطعم وألذ الأكلات. معايا نص كيلو من البصارة، غسلته يا بنات كويس قوي تحت مية جارية تحت الحنفية، وهنسيبه لغاية لما يغلي وبعدين هنضيف له حاجات تانية هقولكوا عليه، خليكم موجودين في الفيديو. وبس كده. دلوقتي بقى هجيب بصل كده يعني هقشره وهنقطعه مع بعضينا جوانح. ما تنسوش يا بنات تحطوا له اللايك، لو انت جديدة عندي في القناة يسعدني ويشرفني انضمامك في عيلة أمي منا. طبعا هيكون شرف كبير ليا ان عيلتي تزيد فرد بيكي، وتختاري كلمة الكل اللي هي بتكون اسفل الفيديو علشان خاطر اي فيديو اعمله تكوني انت اول واحدة تشاهديه، تروح لك بيه اشعار وتشاهديه. لان لو انت اشتركتي وما اخترتيش كلمة الكل مفيش اشعارات هتروح لك مني. خدوا بالكم بقى من النقطة دي، وما تنسوش يا حلوين تشيروا لي الفيديو بالله عليكم. نرجع بقى للبصارة بتاعتنا، هنسيبها لما تغلي وبعدين هنضيف لها. حطيت معاه بصلاية كبيرة، مش كبيرة أوي، متوسطة، وحطيت معاه راس تومة كاملة. تمام كده، وسبته عايش حياته على النار. وكمان جبت معلقة من الكمون على كزبرة، معلقة كبيرة، وحطيتها عليه. بس بلاش تضيفي أي ملح للبصارة دلوقتي، لأن يا جماعة لو ضفت الملح على البصارة في الوقت ده البصارة هتحجر معاكي مش هتستوي خالص. وهجيب طاسة احطها على النار وهحط فيها زيت، ودي بقى معلقة الكمون على الكزبرة انا قلتلكوا عليها. مش هننزل عليها يا بنات على طول مباشرة على البصارة اول ما نحطها على النار، لا هتستني يا ست الكل لغاية لما البصارة بتاعتك تغلي. في اول غلوة كده تنزلي بالكزبرة والكمون المطحونين من غير ملح. تمام تمام. خليكي معايا، مهم جدا تتابعي الفيديو من اول خطوة لاخر خطوة عشان خاطر تاخدي البصارة الطعمة الجميلة اللي شفتوها في اول الفيديو. تمام يا بنات، يلا بقى نحمر البصل اللي احنا قطعناه جوانح مع بعض. طبعا هنجيب طاسة ونحطها على النار، هنحط فيها زيت وهنستنى لما الزيت يا بنات يسخن معانا وبعدين هننزل عليه بالبصل. هنا كان الزيت سخن معايا وهنزل بالبصل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا هنحمر البصل يا بنات، جوانح البصل هنحمرها. البصل ده زي البصل بتاع الكشري. تمام تمام. وهستنى عليه، مش هقلبه دلوقتي خالص، هستنى بتاع 10 دقايق بعدين هقلب البصل بتاعي علشان تاخدي بصل مقرمش تسيبيه. اول ما تحطيه في الطاسه تسيبيه 10 دقايق بعدين تيجي تقلبيه، هيتقلب معاكي ويكون معاكي بالشكل ده. شايفين بيكون اخد لون، هتفضلي بقى تقلبي فيه لغايه ما ياخد اللون المطلوب وبعدين هنطلعه من على النار. هنشيله طبعا وهنحط غيره، وبالطريقه دي لغايه لما نخلص كل الكميه بتاعه البصل اللي موجوده معانا. اللهم صل وسلم وبارك على كامل النور. طبعا هتجيبي معلقه كده تكون مخرمه وتصفي فيها البصل من الزيت، اوعي تخرجي لي البصل ويكون فيه نسبه زيت هيطرى معاكي. انا بقولك عايزه البصل يكون مقرمش زي البصل اللي بنعمله للكشري. خلاص يا مرايا؟ تمام يا حلوين تمام. انت بقى واقفه في مطبخك ما تنسيش تذكري الله يا ست الكل عشان اكلك البركه كده تعم عليه والقليل يبقى في ايديك كتير. اذكري الله اذكري الله، سبحي احمدي ربنا كبري، يعني اذكري الله بالصيغه اللي انت تحبيها. صلي على الحبيب املي بيتك بالخير والبركه يا قمرايا. وشايفين البصل احمر معايا وبقى لوز اللوز، يا سلام ما شاء الله. زي ما قلت لكم هنخلص كل الكميه بتاعه البصل وهنشوف الدنيا فيها ايه. خليكم موجودين. ورجعت لكم تاني يا حلوين وهنشوف هنعمل ايه.
باكشف على الفول وباشوفه لو كان عايز مَيّة باحط له لغاية لمّا الفول ده يستوي معانا تمامًا يا جماعة، تخلّي بالِك عليه عشان ما يشيطش منِّك. وخلاص الفول استوى معايا وهرست البصارة ونعمتها، يا ريت تخلّي لي كده قرشة فيها ما تنعميهاش أوي. هنا بقى أنا كنت خلّصت تحمير البصل، هاخد من الزيت بتاع البصل اللي أنا حمّرته، تمام، هاخد منه هاحطه على البصارة بتاعتي. طبعًا أنا كنت هرست البصارة بتاعة الفول كان استوى وجبت المعلقة كده الهراسة وهرسته بيها تمامًا. أنتِ لو مش هتعرفي تهرسيه بإيديكِ يبقى تستني تسيبي البصارة تبرد كده، تشيليها من على النار وتبرد وادّيها ضرب متقطع في الخلاط، بلاش تنعّميها أوي، علشان يعني كده تحسّي بطعم البصارة وأنتِ بتاكليها. أنا باحب يا جماعة أهرسها بإيديّا، باحب كده طعم الفول يكون ظاهر وباين معايا. الزيت بقى اللي اتبقى معايا بعد ما أخدت منه كده وحطيته على البصارة، هاحمّر فيه التومة، هنعمل طشة كده للبصارة جميلة يا جماعة. طبعًا بعد ما هرسنا البصارة بتاعتنا ونعمناها بنزوّدها مَيّة، وما تزوّديش مَيّة كتيرة. تمام، تمام، عشان القوام بتاعها يكون يعني كده لا هو سائل أوي ولا متماسك أوي. القوام اللي شفتوه في أول الفيديو هو ده القوام المناسب للبصارة الجميلة. لإن طبعًا لمّا بتبرد البصارة يا ست الكل بتبقى تقيلة، بتتقل. فأنتِ بقى خدي بالِك من النقطة ديّة، إن البصارة لمّا بتبرد بتتقل، فاضبطيها من الأول. تمام، هاسيبها بقى تغلي، وأول ما تغلي هانزل عليها بمعلقة واحدة بس ملوخية، ملوخية ناشفة طبعًا مهوياها بالشكل ده ونزلت بيها على البصارة بتاعتي، بس لمّا تغلي. طبعًا معايا حزمة كزبرة كده غسلاها ومنضفاها مقطعاها صغير، هانزل بيها زي ما هي كده بعد ما أقطعها، مش هنفرمها، هنقطعها بس يا جماعة، وبانزل بيها على البصارة بتاعتي. خدي بالِك من كل التريكات والخطوات اللي أنا باقول لِك عليها، هتاكلي بصارة شهد، شهد هتدمنيها. وهتبقي عايزة تطبخيها كل يوم من طعامتها ومن حلاوتها، يعني أكلة كده شعبية مصرية خفيفة جميلة جدًا. البصل بقى اللي إحنا حمّرناه هنجيبه كده وهننزل كده بحوالي معلقتين كبار من البصل يا جماعة اللي إحنا حمّرناه على البصارة. ويا سيدي، يا سيدي على تركاتِك يا أم مِنّة، ريحة الأكل كانت مالية الدنيا كلّها. باحمّر بقى كده كمان رستومة تانية بنحمّرها، شايفين، شايفين، ما شاء الله. وهننزل على البصارة. الأكلة بتاعتنا ديّة بتحب التحابيش وبتحب يعني كده اكرميها، خلّي إيدِك سخيّة. خلّي إيدِك سخيّة في التوابل وفي البصل والتوم يا ست الكل، علشان تاكلي أجمل وأطعم بصارة النهارده. طبعًا كانت التومة احمرِت معايا، يعني يا دوب تحمر كده لون أحمر فاتح، وبانزل بيها مباشرةً على البصارة بتاعتنا. شامين الريحة؟ الله، الله، روعة، روعة يا جماعة. دي الأكلة المفضلة عند أم منة، أقسم لكم بالله دي الأكلة المفضلة عندي، باحبها ما أقولكوش. يعني لو أكلتها كل يوم مش هازهق منها، أبقى عايزة آكلها كل يوم من طعمتها ومن حلاوتها. أكلة جميلة جدًا، جدًا. يا اللي أنتِ مش بتحبيها فايتِك كتير أوي، أوي، أوي. هنا بقى هنجيب الملح ونضبّط الأكلة بتاعتنا. طبعًا ضبّطي الأكلة بتاعتِك الملح زي ما بتحبي، كتير قليل على حسب رغبتِك. وكمان هنزوّد كمون وكزبرة. مش باقول لِك خلّي إيدِك سخيّة في البهارات. أكلتنا أكلة شعبية بتحب التحابيش، فخلّي إيدِك سخيّة كده واكرميها. تمام كده، ودي كانت آخر إضافة معانا. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. شايفين هادوق بقى كده واضبّط الحياء بتاعي وهنغرف أجمل أكلة مع بعضينا. في الوقت ده أنا مش هادّيها غير غلوة واحدة بس، بعد ما أضيف الكزبرة الخضرا غلوة واحدة بس وهاطفي عليها، ما تخلّيهاش تغلي كتير علشان طعم الكزبرة ولونها ما يتغيّرش ومش هتلاقيه معاكِ في البصارة لمّا تيجي تاكليها. خلاص يا قمراية ما تنسيش تحطّي اللايك لأم منة، ويالّا نغرف البصارة وندوق مع بعضينا وأقول لكم طعم البصارة إيه. طبعًا هنجيب العيش البلدي الجميل السخن وهناكل بيه. ممكن عيش شمسي تكون معاكِ كمان أحلى وأحلى، بس العيش المتوفّر عندنا هنجيبه. وهنجيب طبعًا جرجير، عندِك مخلّلات هاتيها بجميع أنواعها، ما عندكيش اكتفي بالجرجير. عندِك خيار هاتي، طماطم هاتي، أي حاجة عندِك تفتح النفس كده جنب البصارة الجميلة ديّة هاتيها، لإن أنتِ هتاكلي كتير أوي من طعامتها ومن حلاوتها. هتفضلي تاكلي فيها مش هتشبعي لها من أكل. ليه؟ لإن أكلة جميلة جدًا، جدًا، جدًا. شايفين؟ وغرفنا أجمل وأطعم أكلة يا جماعة. هاجيب بقى بقية البصل وهانزل كده على وش الطبق وأزينه بالبصل اللوز ده الأحمر الجميل المقرمش اللي زي بصل الكشري. تمام، تمام.
حطوا بقى لايك، حطوا اللايك لأجمل أكلة، ويلا نقطع العيش ويلا ندوق مع بعضينا. يلا كل متابعيني يلا تعالوا اتفضلوا اندوموا منا أجمل أكلة وأطعم أكلة، وكمان أكلة اقتصادية هتكفي من الحبايب 100. يلا كلكم تعالوا اتفضلوا معانا. يا ما شاء الله طعمها جميل جميل يا سيدي. يا سيدي حطوا لايك، بقولكوا حطوا اللايك من طعمتها والله. والله طعمة جدا جدا جدا. حطوا لايك وشير للفيديو بالله عليكم، وانتظروني في فيديوهات تانية كتير. متنسوش تدعوا لأولادنا ربنا ينجحهم ويقف معاهم في الامتحانات. يا جماعة الخير ده وقت امتحانات، يا رب تنجح أولادنا بجميع مراحل الدراسة، وتكون معاهم وتحقق لكل واحد حلمه. كل حد بيحلم بحاجة يا رب تديها له، وترحم أمواتنا رحمة واسعة تسكنهم عندك في الفردوس الأعلى، وتشفي مرضانا يا رب، تشفي كل مريض يتألم. وهو ده كان الفيديو بتاعي. انتظرونا فيديوهات تانية كتير عندهم منا. مع ألف سلامة يا غاليين.